أنا اسمي مريم، وقررت أنا وبنت خالي إن نسافر في رحلة عبر الزمن نكتشف فيها الحضارة المصرية القديمة. والنهاردة هناخدكم معانا أغرب مكان زرناه في الرحلة دي. الساعة 5 الصبح، احنا دلوقتي مش عارفين هنروح فين. يمكن من أكتر الحاجات الغريبة في موضوع إن احنا نركب كروز إن المركب مش بترسى على المرسى على طول، لأ دي بتركن جنب مراكب تانية، واحنا نبدأ نعدي المراكب دي لحد ما نوصل للأرض زي ما انتم شايفين في الفيديو هنا. في الفيديو اللي فات المركب بتاعتنا بدأت تتحرك في اتجاه الأقصر، وأول محطة ليها كانت معبد كومومبو، والنهاردة احنا في تاني محطة وهي مدينة أدفو شمال أسوان. وسيلة التنقل من المرسى للمعبد كانت الحنطور، وفي الطريق حسيت اني دخلت آلة زمن ورجعت لمصر أيام المماليك ولا العثمانيين، غالبا عشان كنت نص نايمة. أدفو للأسف مدينة مهملة جدا، ودي حاجة زعلتني ووجعت قلبي. أتمنى في يوم من الأيام أقدر أعمل حاجة عشان تحسن المدينة دي، أو لما أرجع تاني تكون في وضع أحسن والناس اللي فيها مرتاحين ومبسوطين. فاتحة ايديكي الاتنين. معبد إدفو كان من الأماكن اللي بجد فتحت فيها بقي من الدهشة. حاجة بالضخامة دي إزاي اتبنت؟ بس أكتر حاجة كانت شاغلة دماغي هي فكرة الأساطير اللي مالية جدران المعبد واللي بتحكي قصص مش واقعية خالص. وده خلاني أدرك إزاي كان مهم للمصري القديم إنه دايما يبحث على السبب وراء الأشياء، وإنه من قديم الأزل الإنسان بيدور على نفسه وسر حياته. وده خلاه مش بس بيتخذ إله من وحي الطبيعة، لأ ده كمان بيألف عادات ومراسم وبينفذها في سبيل الإله ده. عيالي نايمين وبحاول اركب مع نفسي.